ومقام. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، وياكم صافي. اليوم عندنا فكرة الفيديو كلش مختلفة. طبعا اليوم راح اعيش اجواء واقعة الطف من وسطها من خلال هاي النظارة، نظارة الواقع الافتراضي. طبعا راح اعيشها بشكل مبسط، اكو نظارات متطورة اكثر وغالية، يعني تنعاش بها هاي القصة افضل بمراحل. يعني هذا شيء بسيط الكل يقدر يشتريه، يمكن سعره ما يتجاوز 5000 دينار. فاليوم راح نشوف واقعة الطف بتقنية الفي ار. طبعا غلسوا على تغيير المكان، غيرته بسبب انه الفيديو ماشي هيك، فاعذروني عن الخربطة. بس راح لها ابو فاضل قالها زينب تخافين وانا موجود. زينب انا موجود وتخافين، تقول انا خايفه لا تقول ما ادري. يا عباس يا صيوان خضري. لذلك كانت املها كبير بابو فاضل. والله ما خاف وخاف من خيك يبرجون. يقلها يا زينب جيت تظنين انا روحا وعوف عضيد الحسين، وعيناك لا تنقلب صابين انا ردب شمال دون اليمين.
لشگر رو شکافت غیر و مبال لذالک الجمع، بدون اینکه براش اهمیت داشته باشه وارد فرات شد. فلما اراد ان یشرب غرفة من الماء، دست رو پر از آب کرد، آب رو بالا آورد، ذکر عطش الحسین و اهل بیته. شمران آغاش تشنه از بچه ها تشنه، فرم الماء آب رو روی آب و ملع القربه مشک رو پر از آب کرد و حملها علی کتفه الایمن. مشک رو روی دوش راست کرد و توجه نحو الخیمه. يا مهبط الوحي ويا أرض الحرم، منك النبي المرسل والدين تم. في كل ركن سيرة وفضيلة، ضوء تدفق رفعة قدس أشم. فالكعبة الغراء صاف نورها، والأكرمان ضياؤها والملتزم، والمؤمنون سياجها وملائك حفت بهم صبحا وليلا مدلهم. طاب الحطيب، طاب الحطيب، طاب الحطيب بقعة قدسية ومقام من أعلى القوام، ومقام من أعلى القواعد واغتنم. لبيك جئنا ربنا حيث السنا والمعجزات
والمعجزات تعاظمت والخير. طبعا بس قبل لا احكي عن تجربتي، اللي يحب يشوف هاي الفيديوهات اللي شفتها رابطها موجود بصندوق الوصف. وهسه ننتقل للي شفته. شوفوا حتى اكون وياكم صريح، هذا النوع من النظارات مو هواي اندمج بيه، يعني ما حسيت انه مندمج كفايه وين النظاره مثل الناس اللي اشوفهم، خاصه انه هاي ارخص نوعيه نظاره يمكن حتى تقدر تصنعها بالبيت، فما تتقارن وين نظارات ب $500 ب $600. ذيك تقنيه كامله. ثاني شيء هي تجربه كلش حلوه، خاصه احلى شيء شفته هو النهر. يمكن اكثر شيء اندمجت بيه وحسيت بيه واقعي هو النهر. اللي ضجت من عنده انه انا منتظر، انه ما حسيت يعني 10 دقائق، والله حسيت يعني مجرد ايش دقيقه عبرت. تمنيت اكو تكمله، تمنيت اكو شيء، وبس ما اعرف شو اقول. لان انا ما اعرف هاي الامور مال محرم والتشابيه، ما اعرف احكي هاي كلام يخص الائمه عليهم السلام. بس انا حاضر واقعه الطف تشابيه، بصراحه التشابيه تدمرني. يعني انا حاضرها يمكن مرتين او 3 مرات بحياتي، ما فد يوم قدرت اكمل التشابيه، وهي مجرد ناس بسطاء. يعني اول ما تعبر عليهم تقول ذول ايش جاي يسوون، شنو هذولي؟ بس توقف ما تحس العبره وصلت هنا خنقتك. هاي بخصوص واقعة الطف. اما بخصوص مكة المكرمة بصراحة يمكن اكثر شيء اندمجت به هو هذا، لان شيء واقعي واقدر ارفع راسي واشوف الكعبة واشوف ارتفاعها واشوف الناس. يعني منظر الكعبة بصراحة شيء شايفين، تحس مكان قريب من رب العالمين، تحس تقعد هذا المكان تشكي، تفتح قلبك، تحكي الشيء اللي بداخلك لربك، تحكي ما اقدر اقول الشخص، بس هو ممكن يكون اكثر شيء ممكن يقدر يفهمك. يمكن اي واحد ما يقدر يفهمك او ما يقدر يفهم هواي اشياء بك الا رب العالمين راح يفهم كل شيء حتى قبل ما تحكي. فحسيت بهذا الشعور بصراحه. على العموم طولت عليكم، انا مثل ما قلت لكم كتبوا لي جوا شو تحبون اجرب بهاي النظارات. تحبون اجرب رعب، تحبون اروح الاماكن ما تقدرون تروحوا لها او ما اقدر اروح لها. هواي اكو اماكن خياليه ما كنا نحلم نوصل لها، فحاليا نقدر ندخل لها من خلال نظاره الواقع الافتراضي. فكتبوا جوا لاي مكان تحبون نروح وندخل بيه ونعيش الجو بيه. وبس حبايبي، اتمنى تشاركون هذا الفيديو واحبكم. انتظرون بالفيديوهات الجايه، لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. انا احبكم كل شوي، مع السلامه.